يا صباح الفل، صباح الجمال عليكم، او مساء الخير حسب ما بتشوفوا الفيديو. عندنا هنا كيلو دقيق، هنحط عليه معلقتين لبن بودر، وهنحط كمان معلقه سكر، وهنحط كمان معلقه زعتر. تمام. وهنحط معلقه ملح صغير، وكمان معلقه بيكنج باودر صغير، وهنحط كيس خميره او معلقه خميره كبيره. كلام جميل، كلام جميل. كل المكونات دي بقى كده هنلمها كلها مع الدقيق ونقلبها لحد ما كل المكونات تختلط ببعضها. وحدوا الله، وقولوا لا اله الا الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. استغفروا ربنا كتير، وحدوا الله، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. هنحط بقى ربع كوباية زيت او 5 معالق. تمام كده اهو، بس الزيت يكون ملوش ريحة وانت يعني مستعملاه قبل كده وما يكونش له ريحة، يكون حاجة نظيفة. تمام. عايزة تعملي زبدة مفيش اي مشكلة، لو عندك زبدة سيحيها وحطي برضو ربع كوباية زبدة سايحة وقلبي بيها العجينة، هتبقى حلوة برضو قوي. بس احنا بنستحسن الزيت كمان ما بتيجي تخش الفرن بيساعد على انها تحت، يعني لونها يبقى حلو. خلاص، هنزل بقى بالمية دافية. عندي ميه دافيه. المره دي مش هنعمل اختمار للعجينه للخميره، عشان انا مجرباها وعارفه الخميره اللي بشتغل بيها. انا لما بكون شاكه في الخميره بقوم عامله لها اختمار، بحط لها السكر والخميره والميه بعيد لحد ما تختمر، عشان ما تبوظش العجينه كلها. لو جت على كيس الخميره فمش مشكله. هحط بقى ميه، هي خدت معايا كوبايتين ومن ربع لنص كده ميه، طبعا حسب الدقيق بتاعك. بنزل بالميه شويه شويه لحد ما تبقى معايا عجينه طريه، ماشي، وبتلزق حاجه بسيطه. اوكي. هدهن بقى وشها كده بالزيت، وهسيبها تختمر. تمام كده. حط لها بقى الاسترتش راب او كيس مطبخ عندك افتحيه وحطيه. انا مش هحضر النهارده الصلصه بتاعت البيتزا. انا عندي صلصه بقيت مكرونه، ماشي. حطيت عليها ملح، فلفل، توم باودر وبصل باودر، وهحط كمان معلقه كزبره. تمام كده. خلاص. وهقلبها. جهزت معايا، ما نصعبش الدنيا على بعضنا ونحط شويه زيت، ما نصعبش الدنيا على بعضنا يا جماعه. عايزه تعملي الصلصه الحقيقيه بتاع البيتزا، بسيطه خالص. 4 حبايات طماطم، حبايتين بصل، كام فص ثوم، سويهم واضربيهم في الخلاط وحطي عليهم حبه زيت وسيبهم يستووا. ادي الكاتشب بتاع البيتزا، سهله يعني وبسيطه. ففردتها بقى كده في صاج الفرن كلها حته واحده. قلت بقى هقعد اعمل في صواني، لا، هعملها كلها واحد. تمام. وبالكاتشب كده اللي احنا عملناه بتاع البيتزا او صلصه البيتزا، هنفرد بقى كده. شكشكتها الاول بالشوكه عشان ما تقبش معايا وتبقى عامله زي العيش. تمام. اهو سهله وبسيطه. عندك بقى شويه جبنه موزاريلا على حاجه جبنه تركي، خلاص بنحطها الاول كده على الطبقه عشان تمسك معايا كل الحاجات اللي هحطها عليه. تمام. احط بقى عندي طماطم، باخد بس الجدار بتاع الطماطمايه، وما باخدش البذر. كل اللحم اللي خارجي بقطعه قطع صغير. وعندي فلفل الوان احمر واخضر، وعندي فلفل رومي اخضر. كل الكلام ده بقى انت بتحطي تحبيشه حلوه، انت هتعمليها جبن، يعني مش هتحطي لحوم، مش هتحطي بسطرمه غاليه، مش هتحطي. بصي، بابسط التكاليف بنحط يعني ربع كيلو فلفل الوان، واحده خضراء واحده صفراء، هتمشي لك الدنيا. خلاص. عندك كمان شويه زيتون وقرن فلفل اخضر رومي. تمام. انا كان عندي ربع كيلو سجق كده في التلاجة. قلت طب ما فيش بسطرمه، هنحط السجق. قطعته كده مكعبات صغيره وحطيته على وش البيتزا. ما هو عيالنا بقى ومش هنستخسر فيهم، مش عايزين نستخسر في عيالنا حاجه. ماشي. اه. عايزه تحطي بقى بسطرمه ماشي، عايزه تحطي بيفي ماشي، عايزه اللي انت عايزاه. انا بطعم بس الحاجه كده وبخليها يعني طعمها حلو، ما يبقاش نفسهم في حاجه. حتى لو هما نفسهم يجيبوا بيتزا من بره، فالبيتزا دي هتجنيهم عن اللي بره خالص. احنا بنحاول بقدر الامكان يا جماعه، الحاجه اللي بره بتبقى غاليه بنحاول نعملها بتكلفه اقل.
عندي بقى بقيه الجبنه كده هرش على الوش كده. تمام اهو، برش عليها كده ايه، وما تستخسريش. وحطيتها في الفرن الرف الوسطاني على 180. بصوا بصوا الجمال، بصوا هي لا تخينه ولا رقيقه كده، سمك البيتزايه حلو جدا، والجبنه بقى سايحه ومقولكوش على الطعم، طعم تحفه. بصوا التسويه بتاعتها جميله جدا وحلوه قوي قوي قوي. ومش الصاج ده بس، الكيلو ما عملش الصاج ده بس، لا ده عمل كمان صينيتين. قلت بقى الصاج دوت ياكلوا منه، والصينيتين نحطهم في التلاجة، اللي عاوز ياكل يسخن وياكل. بصوا طعمها خرافة، بيتزا مصرية مصرية مش ايطالية، بيتزا مصرية مصرية. متنسوش بقى لايك واشتراك وكومنت حلو. بصوا الشكل يجوع، الشكل يأكل، ما بالك بالطعم بقى. الحمد لله ولله الحمد، محدش دقها من عندي الا ما طلبها تاني، و يعني بتطلب بالاسم. الحمد لله يعني. اهي بصوا سهلة جميلة. ممكن بقى يعني نلعب في التشكيلة بتاعتها او الحاجات اللي على الوش ديت براحتنا. عايزة تحطي اي حشوات تانية براحتك. بصي ارتفاعها حلو قوي كده اهي. بصي عامل زي العيش الفينو، زي الكيك بالظبط، الهشة وجميلة قوي. حطي لايك بقى، حطي لايك واشتراك. بحبك في الله والله، وتابعيني على صفحة الفيس بنفس اسم القناة.